السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. نهاركم مبروك. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة ديال الخدمة ديال هذا البراسلي هذا، كيفاش خدمته خطوة بخطوة. كيطلع زوين. اختاريت هذا العقيق هذا بالازرق، واختاريت هذا القيطان في اللون الازرق. كيف ما كنشوفوا الإخوان، أول مرحلة غادي نقوم بها غادي نجيب واحد القيطان وغادي نثني على جوج، غادي ندير بحال واحد 50 سنتيم على قد السيبورة، وغادي نزديهم وغادي نركب وسط منهم هذا العقيق هذا. كيف ما كنشوفوا درت جات صغارين وسط منهم وحدة كبيرة، فثبتهم على السيبورة بهذه الطريقة هذه. وعقب جبت قيطان آخر درت واحد 140 وثنيته يعني على جوج، ولا عاطيني يعني 70 في اليمين و70 في اليسار. وغادي ندير هاد العقدة هذه الأولى، وغنبقى غادي خدام دابا كندير هاد الزيكزاك ديال العقدة بهذه الطريقة. دائما القطار اللي كيكون طالع من الفوق هو اللي كينسبق من التحت، وكيدور على يعني الثاني، وكتجي ديك العقدة بهذه الطريقة هذه. غادي نخدم هنا واحد 7 ديال السنتيم بهذه الطريقة هذه. ودابا غتجي المرحلة ديال العقيق كيف ما كنشوفوا. دابا جبت هاد العقيقة الصغيرة، غادي ندير العقدة الأولى بهذه الطريقة والعقدة الثانية بهذه الطريقة هذه باش تكتمل لينا على ديك العقدة الكبيرة. ودابا جبت العقيقة الكبيرة حتى هي بنفس الطريقة جوج ديال العقدات، وجبت دابا العقيقة الصغيرة. ودابا غنخدم نفس العبار اللي خدمت دابا في الأول ديال الزيكزاك ديال العقدة. إلا خدمت 7 سنتيم فخصني نخدم هنا 7 سنتيم، خدمت 6 نخدم 6 على حسابية العبار دابا ديال الإيد. كل إيد دابا وغادي نشدو بها العبار تاعها. كيف ما كنشوفوا داك العبار اللي خدمت دابا في الأول هو اللي غنخدم دابا بهذه الطريقة هذه. الخدمة ديال هاد البراسلي راه ساهلة وكيجي يعني زوين صافي. من بعد ما ساليت دابا العبار، فدابا قطعت هاد القيطانات وكويتهم بالبريكة بهذه الطريقة هذه. يعني كاينه هاد الطريقه هذه ممكن يعني يكون غير بالبريكه بحال ما هكا، وممكن يعني نجيبو ابره وخيط ونثبتوهم يعني بالخياطه. كيف ما كنشوفوا دابا من بعد ما ساليت، دابا راه غادي نجيب واحد الطرف تاع القيطان يعني غير صغير، وغادي نصوب الساروت باش يبقى يعني هاد البراسلي هذا كيتفتح وكيتسد على حسابي. مثلا نبغوا نلبسوه غادي كبار داك البراسلي، ومن نبغوا يعني نجمعوه على الايد، فراه غنجرو دوك القيطانات ديال الجناب وغادي يعني يجي على قد الايد وغادي يتجمع بهذه الطريقة. كما كنشوفوا يعني خدمة ديال الساروت راه ساهلة، غير دائما القطار كيكون طالع من الفوق هو اللي كيسبق يعني من التحت وكيلف عليه الثاني باش كتجينا هاد العقدة هذه فيها هاد الزيكزاك صافي. بهذه الطريقة هاد الساروت نقدر نديرو فيه يعني 2 سنتيم او 3 او سنتيم ونص. انا درت هنا غير واحد تقريبا 2 سنتيم قل واحد شوية يعني ما كاملاش بهذه الطريقة. وكنقطع هاد القيطانات وكنكويهم بالبريكة يعني بهذه الطريقة هذه. دابا غادي نكرفهم باش يتجمع هاد البراسلي، وغادي نجيب هاد القيطانات تاع الجناب كل واحد يعني غادي نركب فيه حقيقه بهذه الطريقه هذه. وغادي نخلي واحد 6 سنتيم يعني ديال القيطان شايط، ونعقد هاد العقده ونقطعها بالمقص ونكويها بالبريكه. هاد 6 سنتيم هي اللي غادي يبقى يعني تفتح فيها داك البراسلي الوقت اللي غادي نبغيو نلبسوه بهذه الطريقه. والجهه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه ويكون نفس العبار، يعني نعبروا على الجهه الاولى يعني نديروا ديك العقده نقطعوها نحرقوها بالبريكه بحال ما هكا. وهذا هو الشكل ديالو النهائي كيف ما كنشوفوا. هذه هي النتيجه، فطالع يعني الصراحه طالع زوين. خلوا لي الراي ديالكم في التعاليق. انا غادي نقيسو دابا على ايدي باش تشوفوا يعني الشكل ديالو كيفاش كيجي هو ملبوس. فالصراحه جاب هاد اللوين يعني هاد الازرق هذا جا زوين. وبالنسبه للوان كيبقاو يعني اختياريين على حسب كل واحد دابا ويختار اللون اللي بغا، غير هو يروم القيطان على العقيق يكون يعني نفس اللون باش يعطي يعني واحد الكاليتي اللي هي زوينه ويكون في يعني الشكل ديالو زوين. وهذا هو الشكل ديالو النهائي من بعد ما لبستو على ايدي. هادشي اللي كان في هذا الفيديو. عطوني الراي ديالكم في التعاليق ولايك الفيديو اللي عجبكم، ومتابعة الصفحة باش دائما توصلوا بالجديد، وخلوا لي الرأي لكم في التعاليق. وهذا الشيء اللي كان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.